السلام عليكم اخوان متتبعين مزرعة دجاج الفيومي الاصيل. صباحكم مبروك، صبحتوا الاخوان مزيان كلشي وهداك. يلا جيت اليوم الدجاج اليوم الثلاث. يلا جيت عند الدجاج اليوم وانتم الدجاج باقي ناعس العشرة الصباح هادي. هو شي خارج وشي باقي ناعس، غنحاولوا نخرجوه ان شاء الله تعالى. دير يلا خرجوا تشمشوا. سير 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 واقيلا ما باش يخرجوا من الصباح خارجين واقيلا. يلا جيت انايا من الصباح خارجين تيتشمشوا. بو محمد واقيلا كان مخرجهم. ياك بو محمد صباحك مبروك. السلام عليكم. مني متى هما خارجين. داكشي علاش دخلوا دابا. دابا هما يخرجوا. لا يخرجوا يلاه. من الصباح هما خارجين في الشميشه. ايوا مزيان. امور هانيه بو محمد. انتم الدجاج راه خارج تيتشمش. قبيله خارجين قال لي بو محمد. من جيت انا دابا لقيتهم داخلين، قلت نخرجهم الساعه ما باش يخرجوا كاملين. داكشي اللي كاين. اخوان الدجاجه تا هما تيتشمشوا. كاين واحد النوع تاع الدجاج عزيز عليه يجي هنايا، تيبغي الفصه. دابا يلا جيت وكنسحب بو محمد. يلا طلقهم ما كان بارد الحال شويه، حيت تنقول ليه ما تطلقهم حتى تيسخن الحال تقريبا تقريبا ديك العشرة وسميتو عاد طلقهم. حيت جيت دابا دخلت للكوري تيبان ليا باقيين معلقين في هذوك البلاصه فين تيباتو. راه تيجيو هنا تيهبشوا في هاد الحويضات ديال الزيتون تيكونوا فازقين. وكاين واحد النوع عاوتاني ها هو تيسراح. اخوان انا ما داير ليه لا كرياج لا والو لا شبيك. كنت غندير الكرياج باش يبقى في بلاصه وحده، ولكن قلت من الاحسن يبقى يجي يسرح في الحصيده وفي ما غاديش نحبسو. وهادشي اللي كاين. هما شي دجيجات تيجيو هنا الفصه، عزيزه عليهم هاد الفصه هادي، تيجيو ينقبوا فيها. وسبحان الله العظيم راه تيرجعوا بوحدهم من الكوري. الكوري فين مخلينو وتيجيو للكوري هنا وتيجيو هنا الفصه. اذا تيشبعوا تيرجعوا. الفصه هادي راه مهمه الاخوان، مهمه الدجاج نعطيه عليه وسط النهار. هذا الدنجال اللهم بارك راه طلع مزيان. غرسنا الدنجال بيو، هذا ما فيه لا دواء لا والو سبحان الله العظيم. هادشي اللي كاين. كنا غارسين شحال من حاجه هنا، الباربه الفلفله البصله، ولكن الماء الاخوان هاد العام سبحان الله العظيم ما كاينش الشتا، الماء قلال. داكشي علاش هاد الشي كامل اللي درنا هنا وحيدناه وبقينا في الدنجال تنسقيو الدنجال. وهادشي اللي كاين الاخوان. وصباحكم مبروك. نتمنى الاخوان اللي غيبداو في هذا المشروع هذا، اش غنقول لكم، هذا المشروع هذا تيبغي اول حاجه تيبغي كوري يكون زوين، يكون دافي. كوري تاع التراب سبحان الله العظيم تيكون دافي في البرد،
وتيكون بارد في الصيف. والمسرح تا هو راه من اهم حاجه. انا ضد هذيك الفكره ديال الانسان تيقول لك بغيت تربي الدجاج وتيقول لك بغيت نديرو في السطاح. تيتواصلوا مع شي اخوان تيقول لك راه عندي السطاح، عندي كذا، عندي هاجي. اخوان السطاح ما كاينش المسرح، ما كاينش هذا التراب هذا. الدجاج دابا تيخرج هنا تيهبش في هذا التراب هذا، فهمتيني. شي حوايج تيبانوا ليه هو في التراب، في المسرح ما تيبانوش للانسان، ما تيبانوش لنا حنايا. هذا هو اهميه المسرح. والمسرح راه هو البروتينات، هو تيعطيهم الكالسيوم، تيعطيهم شحال من حاجه. وهادشي اللي كاين الاخوان. وبالنسبه اللي بغى يبدا يسر في هذا المشروع، راه مشروع زوين ويسر. راه كاين ما يدار الاخوان، الحمد لله. راه كاين ما يدار. راه الا كانت عندك واحد 200 ولا 300 في القطيع ديالك، راه الحمد لله. راه تتشوف الا بغيتي تخدم على البيض مخصب هذا تشوف واحد تقريبا في واحد 9000 ريال في النهار ديالك، 450 درهم مغربيه في النهار. هادشي اللي كاين الاخوان. شي الا بغيت تخدم على البيض مخصب، بغيت تخدم على البيض المائده، حتى هو راه مزيان. الانسان اللي بغى يقنع ويصبر وسميتو، راه كاين ما يدار. كاين شي اخوان تيتواصلوا معايا تيقول لي واش هذا المشروع مربح وسميتو. مشروع الاخوان اللي بغى يقنع راه مربح. ولا درتي الكثره راه الحمد لله راه كاين ما يدار. الا درتي واحد 500 ولا 600 ولا عندك لوكال مزيان وعندك الكوري كبير، علاش لا خويا؟ دير السلعه، ديال السلعه وطلع فيها. والنظافه هي اهم حاجه. انا ديما تنوصي على النظافه. انت نشوف شي فيديوهات في اليوتيوب، كاين شي اخوان تيقولوا بانه لا النظافه ماشي يوميا، النظافه خلي الكوري واحد 3 ايام 4 ايام تشطبوا. لا الاخوان، الكوري ضروري تشطب. وفي نفس الوقت يكون الثقوب تاع التهويه، يكون الكوري مهوي. راهم الشراجم مهويين. لا وي خير. والحمد لله راه ما يكون الخير. لا تكون بشارة سخنتي لنا البصاره بو محمد. راني جاي بلاتي نوريه للمتتبعين ديالنا الفقاصه. قصة اييه، بالنسبه اللي بغى يخدم على البيض قلت لكم مخصب، والبيض المائده راه مزيان. والفقاصه حتى هي اللي بغى يخدم على الفقاصه هي راه مزيانه. هي راه الحمد لله الفقاصه راه هو البيض ان شاء الله ديالنا راه خدامتي. راه اليوم 10 ايام تقريبا باش مدخلين البيض الفقاصه. الفقاصه ديالنا راه مريقله، هي 37.7 37 هنا فاصله 7 هنا 55 هنا 58. الحمد لله الفقاصه راه مريقله. وبا محمد راه مقابل هادشي، الله يجازيه بخير. ياك ابو محمد؟ ما عندي ما يتسالك. هذيك هي نتفشها البارح. ثقوب التهويه صافي مزيان. هادشي اللي كاين. والله يسر الاخوان والله يسر الجميع وتنتمنى تدعموا القناه ديالنا باش ان شاء الله تعالى الفيديوهات ديالنا يوصلوا لاكبر عدد من المشاهدين وتعمل فائده. واللي بغى يبدا كما قلت لكم راه الله يسر الاخوان، الله يسر الجميع. راه مشروع زوين. منك تجي للباديه العروبيه تترتاح من داك الضغط تاع المدينه، ومنك الحمد لله تستافد. واحد الحاجه اللي تستافد منها راه ضروري، راه درتي بروجي راه ضروري غادي تصور شويه. القضيه هذه ديال المسرح راه درت عليها في فيديو، درت عليها في الفيديو اللي فات. ان المسرح راه مهم للدجاج. احنا الماكله الحمد لله راه تنعطيهم الماكله وباقا عندهم، مابقاوش يكونسوميو لنا الماكله كي كان في الاول. والله يسر الاخوان وصباحكم مبروك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ودعمونا الاخوان، دعموا القناه ديالنا. الاخوان تنتمنى تدعمونا وتدعموا القناه ديالنا. اليوم ان شاء الله بغيت نهضر في واحد الموضوع. تيصيفطوا لي بعض الاخوان شي تعاليق في القناه على قبل الدجاج واش مربح ولا واش كاين شي ارباح ولا لا. وفي نفس الوقت يقول لي دجاج الفيومي ما مطلوبش في السوق، البيض ديالو ما مطلوبش في السوق. اخوان فاش يلاه بديت ان شاء الله تعالى، فاش يلاه بدا تيبيض لي الدجاج، داك البيض الاول ديالو صغير رشيم. الاول صراحه كنت نبرع فيه في الماكله، كناكل كذا هادي.
شويه تيبان لي البيض بدا تيزعم شويه تيغلط، بدا تيغلط البيض، بديت تنبيعو ب 39 ريال 40 ريال مطلوب. تنتي لواحد السيد حدانا تما، داكشي اللي جمعت تاع البيض في السيمانه تنتي ليه، تنبيعو على حساب الماكله وصافي. 39 ريال 40 ريال. ومن بعد الاخوان بدا الدجاج تيبيض بيض كبير، تنجمع البيض ديال تقريبا ديال سيمانه، ديال 7 ايام 8 ايام. ودرت مع واحد الاخ نعود نتيه ليه، تنبيعو ليه تقريبا ب 3 دراهم البيضه، بيض مخصب. يعني الدجاجه مع الفروج ديالها، انا داير كل 6 دجاجات معاهم فروج. ومن بعد صافي بديت تنبيع البيض مخصب ب 3 دراهم. يعني الاخوان الا كانت عندك واحد 200 دجاجه تبيض لك 150 دجاجه في النهار، 9000 ريال هذيك في النهار، 9000 ريال تقريبا في النهار. الحمد لله. يعني 9000 ريال في النهار باش تصورها في المدينه، ولا باش تصورها بصالير ولا شي حاجه، راه قليل اللي تيصورها. صافي انا الحمد لله الحكم ديال العمل ديالي تنخدم في المدينه، وهذا البروجي هذا الحمد لله دايرو معاون به وصافي. ومن بعد صافي الحمد لله ولا تيبان لي انني انا بغيت نطور من المشروع، وبغيت ندير الهدف ديالي هو نوصل ل1000. علاش لا؟ الحمد لله غادي حاطه بين عينيا غادي نوصل لها. يعني هذا الكوري تقريبا غادي يهز لي حتى ل 500 دجاجه تقريبا، غادي يهز هذا الكوري هذا، حيت راه هو باقي عازلو في هذيك البلاصه، راه هو قاسمو. يعني هذيك البلاصه غادي نحيد ليها حتى هو داك القسيم ديالها، وغادي نطلق الدجاج. يعني هدف هذا حاطو بين عيني. يعني الانسان فاش يشوف واحد الحاجه اللي مربحه راه تيسر فيها. وواحد الحاجه اخرى، واحد النوع اخر ديال كنشوف بعض الفيديوهات ديال شي اخوه الله يسمح لهم تينتقدوا الفيومي، تيقول لك الفيومي ما مطلوبش في السوق بحكم الحجم، تيكون ما تي الفروج ديالو تيكون تقريبا فيه 2 كيلو، تيوصل حتى ل 2 كيلو ونص. الدجاجه ما تتفوت 2 كيلو. اخوان الدجاج ديال الفيومي تيتباع في السوق مخير. انا كان عندي الفروج شيط وديتو بعتوه ما فكرتش ليه، دغيا درتو في البيع تباع. يعني بعض الاخوه الله يسمح لهم واش تيديروا هكا باش ما يبقاش كلشي يدير الفيومي، واش شنو؟ يعني الناس كاينين ناس خدامين في الفيومي تينتقدوه، تيصوروا به طرف الخبز وتينتقدوه. عفوا. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان، والله يستر الجميع.